الصيف سالا والقرايه رجعات والدخول المدرسي بدا والناس بداو كيمشيو للمدرسه وحنا كاملين عارفين باللي فاش كيجي الدخول المدرسي كنكونوا تالفين وما عارفين شنو الحوايج ولا الملابس اللي نقدروا نلبسوا، وعارف باللي حتى انت واقع عليك هاد البلان وباقي حاير وما عارف شنو تلبس ولا شنو الحوايج اللي غادي تشري باش دوز بهم هاد العام، وعارف باللي ماشي ساهل باش تختار شنو تلبس ولا شنو الحوايج اللي غادي يناسبوك والحوايج اللي غادي يعكسوا الشخصيه ديالك. داكشي علاش في هاد الفيديو غادي نعطيكم بزاف ديال الافكار وبزاف ديال النصائح باش تقدروا تختاروا احسن الملابس للدخول المدرسي اللي غادي يعطيوكم اطلاله واعره وتبان مختلف على كاع الناس اللي دايرين بيك، وغادي نعطيكم احسن 5 ديال القطع اللي خاصك ضروري تاخذهم هاد العام باش دوز سنه دراسيه هربانه ديال بصح. تابع الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تسكل والو، حيت كاينين بزاف ديال المفاجآت اللي غتجي تشكرني عليهم في الاخير. اول حاجه خصنا ناخذوها بعين الاعتبار هي المناخ ديال المنطقه ديالنا. الا كان الجو سخون مع الدخول المدرسي فمن الاحسن تختار ملابس خفيفه وتكون مهويه باش تخليك مرتاح اكثر بحال التيشيرتات مثلا. اما الا كان الجو بارد شويه فحاول تاخذ حوايج اللي غادي يكاليو عليك البرد باش تبقى دافي وفي نفس الوقت تكون مستيلي بحال القبيات ولا الجاكيطات مثلا. المهم هو تكون مرتاح طيله النهار في المدرسه وما تحسش بالحراره ولا البرد. الراحه كتمثل جزء كبير من اي لباس غادي تختار. متفق معك، مزيان تكون شي حاجه واعره ولا شي حاجه موضه جديد في السوق، ولكن اهم حاجه هي خاصها تكون مريحه لانك غادي تدوز بها نهار كامل وانت لابسها. حاول تختار سراول واسعين شويه ولا تجين اوفر سايز اللي يخليك تحرك بكل اريحيه. وحتى بالنسبه للسبرديلات ديما دير في بالك باش تختار شي حاجه اللي مريحه للرجل اللي ما غاديش تصير عليك وتقدر تمشى بها بزاف ديال الوقت بكل اريحيه بحال سنيكرز ولا الاير فورس مثلا. ملابس ديال المدرسه ما خاصهاش تكون ممله، كل واحد فينا عنده ستايل الخاص به ومزيان تستغل الفرصه باش تعبر على الشخصيه ديالك. تقدر تختار الوان اللي كتفضلها وتبقى تناسقها مع بعضياتها، مثلا تجمع بين تيشيرت فيه جوج ديال الالوان مع سروال محايد فيه لون واحد كحل ولا ابيض، اولا تلبس توني ديال الفرقه اللي كتشجع وتناسقوا مع شي سروال جين اوفر سايز الى اخره. وحتى الاكسسوارات كتقدر تزيد اللباس ديالك واحد الجماليه وكتكمل لك اللبسه، ولكن حاول ما تكثرش منهم بزاف باش ما تضربش الحطه كامله في الزيرو. من بين الحوايج اللي خاصك تاخذها بعين الاعتبار هي طريقه العنايه باللباس ديالك. اختار الملابس اللي الجوده ديالهم زوينه وما كيحتاجوش عنايه كبيره باش يقدروا يدوموا معاك لمده طويله وما يكونوش كيشدوا الوسخ اولا كيتوسخوا بالزربه، حيت انت ما غاديش يكون عندك الوقت باش تصبنهم يوميا. وديما خلي عندك شي قطع اساسيه في الخزانه ديالك اللي تقدر تستعملهم في اي وقت وتقدر تناسقهم مع اي حاجه بحال تيشيرتات بيض وكحل وسراول جينات واي حاجه كتبان لك تقدر تناسقها مع بزاف ديال الحوايج بسهوله. ودابا غادي نعطيكم احسن 5 ديال القطع اللي خاصك ضروري تاخذهم هاد العام باش دوز سنه دراسيه هربانه ديال بصح. ونبداو باول حاجه اللي هي التيشيرتات كنصحك تاخذ جوج ديال لي تيشيرتات يكونوا سامبل، واحد في البيض وواحد في الكحل، حيت غتحتاجهم بزاف وتقدر تناسقهم مع اي قطعه اخرى وتقدر تلبسهم فاش تكون الحراره وحتى فاش يكون الجو بارد تقدر تلبسهم تحت القبيات ولا تحت الجاكيطه. المهم ضروري غادي تحتاجهم وكيجيو زوينين، ومن الاحسن تاخذهم اوفر كيجيو هربانين ديال بصح. ثاني قطعه كنصحك تاخذ ستارديره بحال هذه اللي كتشوف هنا، ومن الاحسن تاخذها في اللون الكحل غادي تحتاجها بزاف هذا العام وتقدر تناسقها مع بزاف ديال القطع اخرين. اما بالنسبه للسراول فكنصحك تاخذ جوج ديال السراول الاول هو سروال ديال الجين اوفر سايز غتحتاجو بزاف وتقدر تناسقو مع بزاف ديال الحوايج بحال تلبسو مع التيشيرتات اللي ذكرت قبل في حاله كان الجو سخون شويه، ولا تلبسو مع شي قبيه في حاله كان الجو بارد. كيجي مستيلي وتقدر طيح به حطه واعره وفي نفس الوقت كيخليك تبقى مرتاح طيله النهار. والسروال الثاني الصراحه ما عرفتش السميه ديالو، المهم هو هذا اللي كتشوف هنا، سروال واعر ومريح وحتى الثوب ديالو كيكون رطب كيخليك مرتاح اكثر وتقدر تناسقو مع بزاف ديال القطع وتقدر تطلع به حطات واعرين. صراحه كنصحك به بزاف وغتحتاجو بزاف هذا العام. اما بالنسبه للقطعه الاخيره اللي الصراحه كنتاسف للناس اللي مازال ما عندهمش، حيت راه مضيعين عليكم حاجه واعره بحال هذه. انا كنهضر على الاير فورس، محبوبه الجماهير، سبرديله اللي مستحيل ما تقدرش تلقاها في شي حطه هربانه، كتجي مستيليه بزاف وكتكون مريحه في الرجل وتقدر تلبسها مع اي حاجه عندك وتناسقها معها، فكنصحك ضروري تاخذها الا ما عندكش حيت راه مضيع عليك النص في حياتك. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه النصائح والافكار اللي عطيتكم باش تختاروا احسن الملابس للدخول المدرسي. ما تنساوش اهم حاجه هي تكونوا مرتاحين وفي نفس الوقت كتعبروا على الستايل ديالكم الخاص بكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وخليوا لي تعليقاتكم باش نعرف شنو هو الستايل المفضل عندكم للدخول المدرسي، وما تنساوش تقولوا لي شنو هو الموضوع اللي نهضروا عليه في الفيديو الجاي. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.